ويا صباح الخيرات. اليوم بدنا نعمل مع بعض على السريع السريع الزنجل أكلة لبنانية. تعلمتها أنا من بيت حماي، عنا بحلب ما بنعملها. نوع من أنواع المقبلات المقلية، طبعا فيكم تعتبروها غدا وفيكم تعتبروها نوع من أنواع المقبلات. راح تحسوها بتشبه السمبوسك بس هي طعمتها كتير مختلفة. بداية العجين، راح نحضر العجين. عجينتها جدا سهلة، هي معلقتين كبار من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار من السكر، بتحطوهم سوا وبتحطوا فوقهم كاسة من المي الدافية. انتبهوا انه المي تكون دافية مو مغلية، اذا المي كانت مغلية وقت الخميرة الفورية فرح تعطل، ما رح تشتغل نظامية. فبنحط معلقتين كبار خميرة، معلقتين كبار سكر، وبنحط فوقهم كاسة من المي الدافية، بنحركهم، بنغطيهم وبنتركهم على طرف لحتى تفور معنا الخميرة. نحن دائما بنعمل هاي الحركة لحتى نتأكد انه خميرتنا شغالة، كرمال نشوف إذا اشتغلت وفارت، يعني صار عليها طبقة من الفقاعات، معناتها الخميرة شغالة. إذا ما اشتغلت معناتها مو شغالة، مشان نحن ما نكمل شغل على الفاضي ويعني خلص رح تفشل الوصفة. يعني فعليا إذا الخميرة مو شغال فالعجينة رح تفشل. عندي هون 4 كاسات من الطحين بوعاء تاني، 4 كاسات من الطحين، أي نوع طحين متعدد الاستعمالات اللي بنستخدمه للجاتو. حطيت فوقهم فنجان قهوة، يعني أي فنجان قهوة عندك، يا عبيه لبن زبادي حطيه فوقهم، وتلت كاسة من الزيت النباتي، زيت نباتي عادي تلت كاسة. وهون المي مع الخميرة والسكر كانوا فاروا، يعني صار في عليهم طبقة من الفقاعات، شلتهم وحطيتهم فوقهم. وهلأ بدنا نبلش ندعك. هلا أي نوع من أنواع العجين وقت اللي بدك تدعكيها أقل شي 10 دقايق، وبدي معلقتين كبار خل أبيض، فقط معلقتين كبار من الخل الأبيض ومندعك. هلأ أي نوع من العجين كنت عم قلكن إنه لازم تدعكوه أقل شي 10 دقايق لحتى الجلوتين الموجود بالطحين يشتغل والعجينة تصير طرية وتاخدوا نتيجة كتير ظريفة. فنحن هلأ بدنا ندعك. وكمان نقطة تانية إنه نحن دائما بنقلكن العيار بالنسبة للطحين مع السوائل، يعني مثل هون مثلا 4 كاسات طحين على كاسة مي. بس دائما وقت الاستعمال، وقت الدعك يعني، ولأنه كل نوع طحين بيتحمل كمية من السوائل، فممكن انتوا تحتاجوا لحتى تحصلوا على هي العجينة اللي ما ملزقة أبدا، لحتى تحصلوا على هذا القوام فممكن تحتاجوا رشة طحين. بالأخير دائما بأي نوع عجينة بندهن إيدنا دهنة زيت، وبندعكها الدعكة الأخيرة بالزيت، وبندهنها بالزيت وبنتركها على طرف تتخمر من ساعة لساعتين لحتى تشوفوا انتوا انه العجينة تضاعف حجمها. بنيجي على الحشوة على النار بنحط شوية زيت، بصلة كبيرة مفرومة، ولحمة ناعمة. اللحمة حسب انتوا قديش بدكم تعملوا كمية، فمثلا أنا هون عاملة بحدود النص كيلو، أقل بشوي أكتر بشوي حسب انتوا قديش بدكم تعملوا حشوة. يعني كمية كبيرة بدها كمية حشوة كبيرة. ملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، بنحركهم منيح لحتى اللحمة عندي تستوي تماما. بكون مجهزة كاسة من الجوز المقطع، هي هيك أصولها بالجوز. فيكن تعملوها بلا جوز عادي جدا، يعني ما بدكم جوز ما تحطوا جوز، هن هيك بحبوها أنا جوزي وبيت حماي بحبوها بالجوز. والأصول كمان تحطوا مع معلقة سماق، بس نحن ما بنحبها بالسماق فما بنحط. بس إذا بدكم إياها أصولها بدكم تحطوا للحشوة سماق. طبعا الزنجل نوعين، في عالم تحشيه سلق وفي عالم تحشيه لحمة، نحن بنعمله دائما باللحمة. وبنجي على العجين، بتاخدوا كل العجينة بتقطعوها لكرات، يعني نحن بدنا نعمل كل قطعة هيك كرة صغيرة، ما تكبروها، بدكم ترقوها وتحاولوا انكم ترقوها منيح بشكل مستطيل. يعني ما شرط ابدا يكون انه الشكل كتير هندسي صح، بس انه بشكل مستطيل لاسطواني قدر الامكان. وبدنا نحط كمية من الحشوة ونسكرها مثل السندويشة، يعني ردوها من الاطراف وقلبوها رول. شلون بتعملوا السندويشة؟ نفس الشي تمام. وهلأ في نقطة إنه أنتوا فيكن تفرزوهم، هدول الأسطوانات، يعني بس شكلتوهم فيكن تمدوهم على صينية محطوط عليها نايلون وتحطوها بالفريزر، وبس جمدوا كلهم تماما بتطلعوهم بتفضوهم كلياتهم بكيس تفريز وبتحطوهم بالفريزر. وقت اللي بدكم بتطلعوهم من الفريزر على القلي، أو مباشرة بتقلوهم بدون تفريز، بس بتقلوهم بزيت حامي وغزير لحتى ياخدوا هاللون. ما في أبسط من هيك. جربوها كتير طيبة وظريفة، وصحة يا رب وألف هنا.